لا تهلك نفسك حسرات. اعرف حجمك بالدنيا ايش قد انت باقي ايش كثر. يعني كأنه اكو عندنا بعض الناس يشتغل شغل تقول هذا راح يعيش 10 ملايين سنة. نبالي شوي زين. يشتغل شغل اعصابه محروقة من الصبح الى الليل. لا افرض شعائر الدينية يعطيها وقت على الاصول، ولا حقوق اهله يعطيهم وقت على الاصول. خصوص الاسرة، دول الاسرة مثل الاسارة. يعني اطفالك انا والله اكد واجمع واوعي واجي اصلا اطفالي ما يشوفوني، ينامون ويقعدون هم مو شايفيني. تعرف هذا ايش قد له انعكاس على تربية الاسرة؟ تعرف ان الاب اذا قاعد بين اطفاله وصار يوجه اطفاله ويغدق عليهم الحنان ايش قد هذا راح يبعث على تكامل الشخصية فيهم. تتأمل ان هذا الطفل اذا شعر ان ابوه مهتم به وان الى جانبه وان يسأل عن مشاكله، ينشأ الولد نشأة سوية سليمة. وبالعكس اذا نشأ عنده نقص من الحنان، والله شنو ابوه حصل في الجملة من الاموال اضافها الى ثروته، شنو جدواها هاي؟ شنو قيمتها هاي؟ ها؟ بينما انت اذا قعدت ربيت ولد تربية سليمة، هاي ثروة من اعظم الثروات. الانسان نعم سيد الموجودات، الانسان سيد الموجودات. ارجوك انا اهمل تربية ابنائي ولا قاعد من الصبح لليل ما ادري والله